ما زلنا بنكمل مع حضراتكم في يوم جديد ودور دور التكنولوجيا في تنمية المجتمع ومحو الأمية الرقمية. ده دور مهم جدا هنتناقش فيه النهارده أكتر مع ضيفنا الأستاذ محمد محمود عبد الله، مسؤول النشاط العام بمركز شباب التقدم بالأنطرة وباحث أكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. نورتنا يا فندم، الحمد لله على السلامة. تسلم، الله يسلمك. في البداية كده عندكم مبادرة، في أكتر من مبادرة شغالين عليها، بس في مبادرة اسمها الطالب الرقمي. ممكن تكلمنا أكتر عن نشأة الفكرة دي وإيه أبرز أهداف مبادرة الطالب الرقمي؟ تمام. مبادرة الطالب الرقمي هي في الحقيقة الفكرة جت من إننا كشباب في مجتمع التقدم مهتمين بتنمية المجتمع وكده. الفكرة في البداية جت إنه لاحظنا احتياج الطلاب لأن هم يعرفوا أكتر عن التكنولوجيا، خصوصا كان بعد فترة كورونا على طول، وكانوا في أمس الحاجة إن هم يعرفوا التكنولوجيا علشان يطبقوها في المسيرة التعليمية، وإن هم يبقوا قادرين يتعاملوا مع برامج التعليم عن بعد، وإن هم يعملوا الأبحاث، البحث، ويبحثوا عن المعلومة، وإن هم يتحققوا من المعلومة، يبقى قادرين إن هم يوصلوا لمصادر مختلفة للحصول على المعلومات اللي تفيدهم. كمان يتعرفوا على أساسيات الحاسب الآلي، إزاي يستخدم الكمبيوتر، خصوصا إن إحنا عندنا في الأنطرة شرق معظم المدارس ما بيكونش فيها تطبيق فعلي في استخدام الحاسب الآلي. بالظبط لاستخدام الحاسب الآلي. فإحنا اشتغلنا على دراسة مجتمعية صغيرة كمتطوعين، ووصلنا في النتيجة لأن إحنا محتاجين نعمل حاجة، برنامج تدريبي في الجانب ده، لأن فعلا الطلبة محتاجين الموضوع ده. كويس. فبدأنا اشتغلنا المبادرة، وكان من أهم أهداف المبادرة إن احنا نوصل بالطالب للمكان اللي هو يكون قادر يستخدم التكنولوجيا بشكل سليم. طبعا بدأنا معاه من الأساسيات. أولا كان عندنا برنامج نظري للمبادرة اسمه أخلاقيات الطالب الرقمي. كنا حابين إن احنا آه، نلفت نظر الطالب إن هو لازم يبقى عنده أخلاقيات علشان يتعامل في الفضاء الرقمي بشكل مسؤول وبالشكل الصحيح. كويس. إزاي ممكن تكون بتساهم المبادرة دي في دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030؟ المبادرة دي هي من المبادرات الهادفة أولا بشكل عام لمحو الأمية الرقمية وللتثقيف الرقمي احنا لما بنتكلم عن الطالب فاحنا برضو بنتكلم عن فرد في الأسرة. صحيح. فأكيد الطالب لما بيروح بيقدر إن هو يفيد أسرته من خلال طبعا إن هو بعد ما بيعرف إزاي يتعامل في الفضاء الرقمي فبيوصل ده لأهله، بيوصل ده مثلا لوالده، فممكن إن هو يعمل له حساب إلكتروني، والده يستفيد من الخدمات الحكومية عن طريق إن هو قادر وعارف إزاي يتعامل. ف كويس، حلو قوي. بتساعدوا الطلاب على التكيف مع التحول الرقمي كمان مع التعليم، يعني زي ب- ما حضرتك قلت ان هم مش بيتدربوا كويس، فالتدريب بالظبط. ده كام طالب تقريبا كان موجودين معانا في المبادرة استفادوا من التعليم؟ احنا كنا مستهدفين 400 طالب على الأقل. بس اللي استجاب معانا عدد برضو يوصل ل150 طالب من المدرسة ومن المعهد اللي موجود في القرية اللي اشتغلنا فيها، قرية التقدم. كان عندنا محاور تدريبية مختلفة على المبادرة دي، يعني كان في أخلاقيات الطالب الرقمي واستخدام الأدوات بالظبط. الرقمية، اشتغلنا عليها ازاي؟ اشتغلنا كان في بعض المحاور نظري، زي أخلاقيات وصفات الطالب الرقمي، دي اللي اتكلمنا عنها بشكل سريع. ازاي الطالب يبقى عارف ازاي هيتعامل بشكل مسؤول على الانترنت او اثناء التصفح او على مواقع التواصل الاجتماعي. كان عندنا محور برنامج تدريبي عملي ضمن المبادرة، أساسيات الحاسب الآلي ومهارات الكتابة ومهارات استخدام الكيبورد. اشتغلنا على الموضوع فعلا عملي مع المدرسة اللي موجودة في المكان، وفرت لنا الأجهزة، وبدأنا إن احنا فعلا نطبق مع الناس، و الطلاب ما شاء الله استجابوا واتعلموا ازاي
بداية من تشغيل الكمبيوتر حتى وصولا لتصفح الإنترنت واستخدام منصات التعليم عن بعد. وإزاي يقدر إن هو يقابل مدرس بتاعه على الإنترنت، وكمان مش بس يعتمد على المعلومة بتاعت المدرس بتاعه، ولكن بقى يقدر يدخل لمنصات التعليم ويدخل على مواقع الحصص المسجلة تبع لوزارة التعليم، ويقدر ان هو ياخد المحتوى اكبر من اللي كان هو متعود عليه من المدرس بتاعه او المدرسة بتاعته بس. فبالتالي الطالب قدر يبقى عنده مصادر كتيرة ياخد منها المعلومة، فقدر ان هو يعني يطور من جودة ال- المردود. يعني لما يجي أداؤه حتى الدراسي بيتطور بالطريقة دي. مهم. طيب، هل في فئات عمرية مستهدفة في المبادرة دي أو معايير لاختيار المشاركين؟ احنا استهدفنا الطلبة بداية من المرحلة الابتدائية، وطبعا المرحلة الإعدادية والثانوي كمان، وكان معانا بعض الطلاب من الجامعات. يعني كان عندنا برنامج تدريبي متخصص شوية في مايكروسوفت اوفيس، برامج سطح المكتب. فده اهتم بيه يعني طلاب من الجامعات، واستفادوا جدا، خصوصا ان احنا طبقنا معاهم عملي. وكانوا الناس اللي بيطبقوا معاهم يعني ناس هم خريجين جامعات، بس عندهم الخبرة الكافية ان هم يوصلوا المعلومة بشكل كويس وبشكل دقيق للطلاب دول. مهم. طيب، حلو قوي. مين الشركاء الرئيسيون في المبادرة معاك من مؤسسة المجتمع المدني أو مدارس حتى؟ احنا عادة لما بنيجي كمتطوعين او ناشطين في المجتمع، يعني همنا ان احنا نساهم في تنمية المجتمع بشكل ايجابي. عادة لما بنيجي نشتغل مبادرات بنتواصل مع كل الجهات، مؤسسات المجتمع المدني في المكان. يعني الوحدة المحلية ساهمت معانا برضو بتوفير اللوجستيات، وكانت داعم كبير وسبب في إنجاح المبادرة. ومدرسة الشهيد كريم مصطفى السيد، معهد الأزهري اللي موجود في المكان، جمعية تنمية المجتمع كمان شاركت معانا. مركز الإرشاد الزراعي موجود عندنا في قرية تقدم، برضو شاركوا معانا بشكل فعال وفتحوا لنا القاعات واستضافونا، وقدرنا إن احنا نستغل الأماكن المجهزة عندهم في يعني إنجاح المبادرة. مهم. كمان طبعا احنا بدأنا أصلا من مركز شباب التقدم. فمركز شباب التقدم، الوحدة المحلية، جمعية تنمية المجتمع، المدارس، المعهد الديني، كل الأطراف دي كانت هي السبب في يعني سبب رئيسي في إنجاح المبادرة، وسبب رئيسي إن احنا يعني نقدم العمل ده بشكل كويس يعني. مؤسسة حياة كريمة والشباب مؤسسة حياة والمتطوعين. كريمة طبعا، متطوعين المؤسسة كانوا عامل رئيسي لإنجاح المبادرة، وكتير منهم كانوا من الناس المدربين معانا، ساهموا بشكل فعال جدا، وعندهم يعني طريقة مميزة في تنظيم الأمور والفعاليات دي. طيب، هل بدأ يظهر أي إنجازات حققتها مبادرة الطالب الرقمي على الطلاب من حتى الآن ولا لأ؟ بالظبط، ظهر يعني في طلاب من اللي حضروا معانا المبادرة، أنا قابلتهم في أماكن، يعني حتى كمان خلصوا مرحلة تعليمية معينة، مهم. وقدروا إن هم يستخدموا المهارات اللي هم اتعلموها في العمل كمان في الشغل. يعني قدروا في ناس اشتغلت بعد ما يعني خلصت مرحلة تعليمية، وفي ناس كمان يعني وصلت لدرجة من المعرفة التكنولوجية ممتازة، وبدأوا كمان إن هم حابين إن هم يساعدوا معانا في مبادرات تانية شبيهة. وإحنا حاليا إن كويس. شاء الله بندشن لمبادرة يعني أوسع وأكبر وأشمل، وكمان بمشاركة الطلبة اللي هم كانوا اتأهلوا أو خرجوا اتأهلوا اتخرجوا من معانا المبادرة. من وقتها. وخصوصا إن في كمان 10 طلاب يعني شاركوا في برنامج تدريبي مهم جدا على مستوى المحافظة، كانت عملته مؤسسة حياة كريمة، برنامج سفراء التكنولوجيا بالتعاون مع جامعة قناة السويس. ف يعني البرنامج ده كمان أهل الناس كويس قوي، وخلانا إن شاء الله إن احنا قادرين ندرب الطالب الرقمي المرحلة التانية. ولكن هتبقى يعني
شاملة أكتر، وهتشمل أماكن قرى مجاورة زي قرية تقدم، قرية الأبطال، قرية جلبانة، مركز الأنطرة شرق كمان. فحاليا احنا قدرنا ان احنا نكون تيم. عندنا خطة نتوسع لقرى ومدن تانية. بالظبط، احنا حاليا يعني الخطة دي بدأت تدخل حيز التنفيذ، يعني في خلال 10 أيام هنكون بادئين إن شاء الله. ازاي تقدر تقيس انعكاس المبادرة دي على المجتمع المحلي بشكل عام؟ هو بشكل عام احنا لما بنيجي نعمل مبادرة برضو أو نوع من النشاط ده، بيكون عندنا أهداف مباشرة وأهداف كمان استراتيجية للموضوع. من أهم الأهداف الاستراتيجية اللي احنا قدرنا نجمع كل الأطراف في المجتمع، إن هم يعملوا شيء مشترك ينعكس فعلا بالفايدة على أي فئة في المجتمع. مهم. فئة الطلاب بالنسبة لنا هي أهم فئة في المجتمع، لأن هم قادة المستقبل. يعني احنا بنحاول ان احنا نساعدهم ان هم يمشوا الطريق بسهولة، ويمشوا الطريق وهم يعني واخدين اللي محتاجينه من المجتمع. فبالنسبة لنا كان أهم هدف حققناه، وأهم يعني أهم نجاح للمبادرة إن أطراف المجتمع فعلا اتجمعوا على عمل مشترك يعني بالحجم ده، وينعكس بالفايدة على أولاد كويس. مجتمعهم هل في وبتاع. مبادرات أخرى شغالين عليها غير إن إحنا هنتوسع في الطالب الرقمي؟ حاليا في مبادرة شباب الشرق شغالين عليها، بس دي كلها أونلاين. تمام. وهي مختلفة شوية. هي هدف المبادرة بشكل عام تأهيل الشباب لسوق العمل المباشر. بتاخد يعني بتتضمن برامج تدريبية متخصصة شوية، مهم. بداية من أساسيات الحاسب الآلي، برنامج تدريبي متخصص في تصميم الجرافيك، برنامج تدريبي متخصص في البرمجة البسيطة اللي هو تصميم المواقع وتصميم تصميم المواقع، وبرنامج كمان متخصص في التسويق الرقمي، التسويق الإلكتروني، الماركتينج. كويس. مهم. فهم 4 محاور تدريبية متخصصة جدا، وبهدف إن الشباب يكون مؤهل لسوق العمل المباشر. طبعا برضه عشان نلبي احتياجات سوق العمل، اشتغلنا في على المبادرة دي بالطريقة المتخصصة دي. مهم. فاحنا حاليا شغالين. وكمان المبادرة دي اللي بيميزها قوي إن مشاريع التخرج بتاعت الطلبة عبارة عن تصميم موقع. يعني ممكن أقول اسمه أو يعني نفس. لو شركات خاصة مش بلاش، بس هي فكرة تصميم لا موقع إلكتروني لا يعني. مش اسم شركات اه. خاصة، وبالفعل احنا متعاونين، يعني متعاونين معانا شركات تقنية عالمية، وهيتم اعتماد مشاريع التخرج مع الشركات دي. بس هو بشكل عام مشروع التخرج بتاع الدارس أو المتدرب هو عبارة عن إنشاء موقع إلكتروني يكون أكاديمية تعليم مهم. رقمية. كويس، حلو قوي. تمام، في يستفيد شباب بدأت منها. تشارك، او انتوا اعلنتوا خلاص على المبادرة دي فبدأ يظهر في شباب مشاركين، واي تخصصات بالظبط يحبوها؟ بالظبط. هي احنا لقينا رغبة كبيرة في تخصص البرمجة البسيطة أو البرمجة السهلة زي ما بنسميها، اللي هي بتعتمد على استخدام أدوات بسيطة، وفي معظم الأوقات في البداية بتعتمد على يعني أدوات مجانية أصلا. فالتخصص ده احنا شايفين ان الناس يعني النسبة الكبيرة من المتدربين فعلا سجلوا فعلا. يعني في ناس بدأت اللي هي قدمت مشاريع تخرج من أسبوع بالظبط، كويس. وحاليا عند الجهة اللي هي بتقيم بتعتمد المشروعات. بتقيم المشروع. هي عندنا شركات أجنبية يعني معروفة جدا كمان في في هذا كل. المجال، فهي اللي بتقيم اكتر المشروعات للطلبه. بالظبط. شكرا جزيلا يا استاذ محمد، نورتني وشرفتني. يعني شكرا واضح ان انتم لحضرتك. عاملين مجهود هايل، وارجوكم تستمروا لخدمه المجتمع كمان. إن شاء الله. شكرا يا فندم. إن شاء الله. شكرا.